صراحة احنا بقينا بنشوف العجب من الاهلاوية ومن الاعلام الاحمر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. برحب بكم في قناتكم يوميات زملكاوي. لما يطلع علينا واحد بعد مباراة في بطولة ودية ويقول لك الاهلي بطل نص العالم، طب يعني ده يترد عليه يتقال له ايه؟ يعني ايه بطل نص العالم؟ عشان لعبت فريق، مع احترامنا للامارات ومع احترامنا للفريق العين الاماراتي، مودرن فيوتشر وانبي وبتروجيت والحاجات دي اقوى منه. ده احنا ما شفناش كوره خالص. حتى سفيان رحيمي الوحيد اللي يعني لعيب كويس ولعيب يعني يعمل فارق ويعمل اضافه، ما لعبش بربع جنيه كوره. فطبعا احنا يعني الاهلاويه حقهم يقولوا اللي هم عايزينه في مصر، لان الاعلام بتاعنا يعني المفروض نحط له رمز الطبله كده، طبله ورق كده، يطلع يقول لك الاهلي بطل نص العالم، الاهلي بطل ربع العالم. طب يا عم احنا كسبنا الكونفدراليه وكسبنا السوبر الافريقي، خلاص يبقى الزمالك بطل تمن العالم او بطل تلت العالم. المهم ان الاهلي لعب ماتش مالوش اي لازمه في الدنيا. اي فريق في الدوري المصري، يعني الاهلي وطلائع الجيش اقوى، الاهلي وسيراميكا اقوى من الاهلي والعين. فطلع يهجس بعد كده ويقول لك ان الاهلي بطل نص العالم، ولو كسبوا الماتش الجاي هيقول لك ان الاهلي بطل تلات ارباع العالم. ولو بقى يعني المعجزه حصلت والاهلي كسب ريال مدريد، يعني هيبقى اسمه صحيح بطل العالم لانه كسب كاس العالم للانديه. يعني ده لو طبعا ده حاجه مستبعده جدا، بس ساعتها لو الاهلي طلع قال لك انا بطل العالم، انا اقول لك وابصم بالعشر صوابع ان هو الاهلي بطل العالم فعلا، كسبان بطوله كاس العالم للانديه. انما تكسب ماتش تقول لي انا بطل ربع العالم ولا نص العالم؟ ده احنا عمرنا ما شفناها في اي بطوله دي. يعني مثلا مصر تلعب في افريقيا وتطلع من دوري المجموعات تقول لك انا بطل ربع افريقيا؟ هو في كده في الدنيا؟ ده احنا بقينا نشوف العجب والله من الاهلاويه ومن الاعلام الاحمر بصراحه. المهم النادي الملكي النهارده هتبقى ان شاء الله مباراه سعيده ومباراه افتتاحيه الدوري ان شاء الله مع البنك الاهلي. بس طبعا يعني احنا لو كسبنا مش هنقول ان احنا ابطال نص فلوس مصر مثلا او ابطال شهادات مصر. والله العظيم حاجه عجيبه وحاجه غريبه، الاهلاويه بقوا حاجه ما يعلم بها الا ربنا والله. لا ويطلع بقى مثلا يعني النقاد بتوعهم علاء عزت وشوبير والناس دي، ما تطلعش مثلا تقول ان مفيش الكلام ده، لا ده عادي ماشيين بقى مع الموجه، اي هكس بقى، اي كلام في البتنجان. يطلع يقول لك انا بطل نص العالم. طب يا بطل نص العالم، ما ديك هتلاعب سيراميكا كليوباترا، وهتبقى ان شاء الله بعديها بطل نص بلاط العالم وصبانات العالم واطقم سيراميك العالم. والله الواحد ما هو عارف يعني يحلل ولا يتكلم في الفيديو.